البلاد هذه راهي ماشيه لا بدون لا رؤيه لا استشراف لا حتى شيء. وليت نحشم كي نقول قريه بك مع 15 بك مع 15 فضيحه. وليت انا وليت نحشم قدام عائلتي قدام صغاري. ماما شنو تخدم؟ انا قدام الطلبه نتاعي يقولوا لي مدام ربي معاك. احنا اليوم دكاتره باحثين يعني في الجامعات نورمالمون الناس النخبه نتاع البلاد اللي قرات اقل حاجه باك بلس 10. احنا ناس الدوله قالت لنا رانا في ظروف استثنائيه اصبروا عليا شويه. نلقاو رواحنا بعد اعوام سنوات كبيره من الدراسه والعلم والبحث العلمي نلقاو رواحنا مقصيين عن العمل. هل هذا يرضي الدوله باش نخبه البلاد زبده البلاد في العلم والبحث العلمي تكون في البطالة والتهميش؟ يعني لا يجزي تهميش أكاديمي، تهميش اجتماعي، تهميش على جميع المستويات، وما نحكيوش على الحالات الاجتماعية والظروف النفسية والصحية للدكاترة البطالة. احنا اليوم دكاترة باحثين من غير صفة في بطاقة التعريف لا شيء. هل يرضي أي إنسان من الشعب التونسي وأعلى سلطة في الدولة التونسية أنه الدكتور اليوم بدون صفة في بطاقة التعريف لا شيء؟ هل يرضي الدولة أني شهادة الدكتوراه غير منظرة في السلم الوظيفي؟ يعني أنا كدكتور باحث كي باش نمشي نخدم يقول لي مدام سامحني فوزيت سور كاليفيي، كيفاه باش نقول له أنا دكتورة باحثة وأنا في بطاقة تعريف لا شيء؟ صباح الخير. صباح الفل. شكرا على مواكبتكم للحراك نتاعنا، بارك الله فيكم. الدكتورة إيمان الخياري دكتورة باحثة في الجيولوجيا. احنا اليوم دكاترة باحثين يعني في الجامعات نورمالمون الناس النخبة نتاع البلاد اللي قرات اقل حاجه باك بلس 10. احنا ناس الدوله قالت لنا رانا في ظروف استثنائيه اصبروا عليا شويه. نلقاو رواحنا بعد اعوام سنوات كبيره من الدراسه والعلم والبحث العلمي نلقاو رواحنا مقصيين عن العمل. احنا الناس اللي نورمالمون مكانها الجامعه التونسيه وتأطر ولادكم وتقري ولادكم وتعاونهم في مشاريع البحث يلقى روحه ساعات كونتراكتويل ولا فاكاتير عامين ويجي على قارعه الطريق. هل هذا يرضي الدولة باش نخبة البلاد زبدة البلاد في العلم والبحث العلمي تكون في البطالة والتهميش؟ يعني لا يجزي تهميش أكاديمي، تهميش اجتماعي، تهميش على جميع المستويات، وما نحكيوش على الحالات الاجتماعية والظروف النفسية والصحية للدكاترة البطالة. احنا اليوم سيد الرئيس جينا نتوجه لك بكلمة من الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل، ونقول ونأكد المقصيين عن العمل بما أنك أنت تخدموا عامين بعقود هشة وبساعات إضافية هشة ومن بعد يلقى روحه بطال. الإنسان هذاك مسؤول على عيلة، الإنسان هذاك عمره تعدى وهو يقرأ، الإنسان هذاك اثنين ركبة من أجل روحه من أجل عائلته من أجل الدولة التونسية باش يكون نهار من نهارات في منصب في الدولة باش يعاون الدولة باش تتقدم باش تمشي نحو النهوض الاقتصادي والاجتماعي باش نمشي نحو التطور. يلقى روحه خارج البلاد التونسية، يا إما مهجر يا إما بطال يا إما يخدم في أي خدمة وجو دي بيان أي خدمة باش ينجم يقتات ويعيش. سيدي الرئيس احنا اليوم هوني من أجل انتداب استثنائي مباشر للدكاترة الباحثين. احنا اليوم دكاترة باحثين من غير صفة في بطاقة التعريف لا شيء. هل يرضي أي إنسان من الشعب التونسي وأعلى سلطة في الدولة التونسية أنه الدكتور اليوم بدون صفة في بطاقة تعريف لا شيء؟ هل يرضي الدولة أني شهادة الدكتوراه غير منظرة في السلم الوظيفي؟ يعني أنا كدكتور باحث كي باش نمشي نخدم يقول لي مدام سامحني فوزيت سور كاليفيي، كيفاه باش نقول له أنا دكتورة باحثة وأنا في بطاقة تعريف لا شيء؟ هل يرضي هذا انك تخدموا في جامعات خاصه بمعناها باجر زهيد يعني وتستغلوا كل الاستغلال ومن بعد تجيبوا في الشارع؟ معناها اختي شهادتك ما خدمتش بها جمله. يعني انا مثلا في الأربعين باش تحصلت على عقد عمل باش نقري عامين 3 سنين ويجيبك البرة. يعني تخيل انا 43 سنه نعاود ام صغيرات وام عائله نلقى روحي عرض الحائط من لول وجديد. هذه كلها حلول ترقيعيه. احنا طالبين منك يا سياده الرئيس حل جذري. البلاد هذه راهي ماشيه لا بدون لا رؤيه لا استشراف لا حتى شيء. احنا قدمنا مبادره سيد الرئيس نتمنى تسمع منا ما تسمعش علينا. نقعدوا سور تابل راهو فما ميزانيه تقول لي ما فماش ميزانيه والدوله في ظروف اقتصاديه. هذا الكل رانا فهمناه. حتى اي مواطن عادي في الدوله ينجم يحكي لك على الميزانيه والاقتصاد. تو الناس الكل ولات فاهمه. فما ساعات اضافيه، فما عقود عمل موجوده في الجامعات قرابه 2000 عقد. هذاك الكل ينجم يكون انتداب. فما ملحقين قاعدين يخدموا من التعليم الثانوي في الجامعات. الجامعة أولا للدكتور الباحث. يجب على الجامعة التونسية أن تدكتر، يجب دكترة الجامعة التونسية، يجب إنصاف
الاستضاف الدكتور الباحث اليوم. الدكتور الباحث اليوم مكانه هيكل البحث، مراكز البحث، الوزارات. سامحني، كل انسان كل دكتور في مجاله ينجم يعمل الاضافه لوزاره من الوزارات، كل الاختصاصات موجوده. ما تقوليش الدكتور الباحث عبء على الدوله التونسيه، هذه كذبه كذبوها وخليوا الشعب الكل يصدق فيها. البلاد قاعده تمشي فيها عباد سامحني بشهايد مزوره ونخبه البلاد. اتفرج اليوم وين نخبه البلاد اليوم مقصيه، نخبه البلاد اللي نورمالمون تقود البلاد نحو النهوض، نخبه البلاد اليوم من غير صيفه. فما شهيد في النوار قاعده تتعطى. بيان سور فما شهيد قاعده تتعطى مدلسه ومزوره وناس قاعده تسير في الدوله التونسيه. يعني هذه حاجه توجعني انا كانسانه قاريه برشا. لو نقول لك قداش قاريه شيء يحشم وليت نحشم كي نقول قاريه باك مع 15 باك مع 15 فضيحه وليت. انا وليت نحشم قدام عائلتي قدام صغاري. ماما شنو تخدم؟ انا قدام الطلبه نتاعي يقولوا لي مدام ربي معاك، مدام لا كومباتونت، مدام لا ميليتونت. انا اليوم فخوره اللي انا قاعده نكون في جيل، اما في نفس الوقت يحز في نفسي انه مكاني العادي والمكان اللي نورمالمون نكون فيه هو مراكز البحث وهيكل البحث ومراكز السلطه في الدوله التونسيه. احنا اللي باش نقولوا البلاد تاعو نحو التطور. ما تقوليش هذوكم وهذوكم وهذوكم، هاكم تراو وين هزونا كان للحضيض. نورمالمون سيد الرئيس نتمنى اليوم تجينا وتحكي معانا، وبالحق ما عادش نحب ملف الدكاتره يكون ملف في مركز الدراسات الاستراتيجيه. نحب ملف الدكاتره اليوم يكون اولويه. هذه قضيه دوله، هذه ماهيش حكايه مطلبيه جايه نطالب بالشغل وجايه نطالب بالكرامه. انا اليوم جايه نطالب بحقي في بلادي، وباش نطالب بلادي زاده بالتعب اللي تعبتوا عليا اني نأدي واجبي زاده انا اليوم في بلادي، وباش نفيد بلادي. مش تصرف عليا وتقريني وبويا وامي ضحيوا عمرهم كامل وعائلتي كلها تضحي، نجي اليوم نلقى روحي انا البرة من لعبه. بيان سور تتسمى لعبه ومهزله، انا نراها مهزله لاني نرى عباد تحكم في البلاد ما تستحقش باش تحكم، وانا وزملائي اللي احنا الزبده نتاع الزبده نلقاو روحنا اليوم مازلنا بعد عشريه سوداء نطالبوا. مازلنا لليوم نطالبوا بالانتداب وباش تخليني موجود في الجامعه اللي مكاني العادي واللي نورمالمون نكون فيه هو الوزارات والجامعه التونسيه. حط اي دكتور اي باحث في اي وزاره وشوف الوزاره ذيك كيفاش باش تقدم. تعبت عليه التعب هذا كله 40 سنه و35 سنه باش تجي تحطه اليوم مازال يطالب. يا اخي الدكتور ترى فيه قضيه مطلبيه، الدكتور ثروه للبلاد، الدكتور راهو حاجه باش تعاون البلاد على التطور. ما بيوش يفهموها. كل ما نجبدوا قضيه الدكاتره يقول لك يطالبوا ما عندناش ميزانيه. ما هيش حكايه ميزانيه ومطالبه، الدكتور راهو هو الثروه. راهو 4000 دكتور اليوم ما هيش عبء على الدوله التونسيه. ال 4000 هذوما 4000 حل الدوله التونسيه. الدوله التونسيه ما باش تتقدم كان بالعلم وبالبحث العلمي. يجيو في الميديا يتشدقوا المراه التونسيه تحتل المراتب الاولى في البحث العلمي، اما سور بلاس ما فما حتى شيء. فما كل كلام سيد الرئيس قلت الجمعه الاخرى ارفع راسك وقول انا تونسي. انا نرفع راسي سيد الرئيس ونقول انا تونسيه، وانا دكتوره باحثه تونسيه، وانا مكاني اللي نورمالمون نكون فيه هو الجامعات، هو الوزارات، وهو مراكز البحث، ولا مكان غير هذا ليا ولا لزملائي. احنا اليوم نطالبوا بانتداب استثنائي مباشر، ومن بعد نحكيو في المناظرات وعلى تتالي سنوات.